هاي شنو؟ الساعة بالخمسة الفجر واني هسه قعدت. اني اليوم حل قاعد متأخر. اني يوميا لازم اقعد بالاربعة الفجر حتى ابدي اقرا. خل اروح اقرا على السريع واروح بالسبعة على الدوام. يلا كافي تأخرت، خل اروح للدوام. عود بالمدرسة اكمل قراية. يا رب اطلع جايب كل الكتب وياي اليوم. بس لا ناسي كتاب بالبيت. لا الحمد لله والشكر جايب كل الكتب اليوم. شوف هذا السكاك جايب وياه كل الكتب، واني كل الكتب ناسيها بالبيت. اصلا ما جايب ولا كتاب اليوم. يلا طلاب، منو بيكم محضر؟ المحضر خلي يقوم على السريع. لك دباع هذا ما ينطي مجال. اريد اقوم اشرح ما اقدر. يقول صاروخ. شوف ايش سرع يحكي. قوم احمد اشرح لي عن الدعاء. هو توجه القلب الى الله تعالى، وهو معراج الروح المهذب للنفس الاماره بالسوء. اريد الكل يصير مثل احمد. شفتوا شلون شاطر؟ يلا عندنا سؤال ثاني. يلا من يقوم؟ يلا قوم احمد. شنو ما حد محضر بس احمد؟ يلا شنو آداب الدعاء؟ آداب الدعاء: اولا الوضوء قبل الدعاء، ثانيا استقبال القبلة، ثالثا الخشوع وحضور القلب والإخلاص في طلب الدعاء، رابعا الاستفتاح بأسماء الله تعالى وعظيم صفاته وتكراره نحو يا الله 3 مرات، خامسا الصلاة على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته الأطهار، الاعتراف بالذنب والاستغفار، استحباب رفع اليدين. ادري شنو من عقل هذا اللي يقول حاسبه. انا هسه لو فاتح الكتاب هم ما اقدر اقرا له هيك. عافيه باحمد، عافيه بالشاطر. يلا عندنا سؤال ثالث. يلا من يقوم؟ يعني ماكو بس احمد يشارك؟ مو قلت لكم بس هذا الشاطر ما الصف؟ قوم يلا احمد اشرح. شنو معنى الجوارح؟ الجوارح وهي جمع جارحة، وهي العضو العامل من أعضاء الجسم. وجوارح الإنسان هي السمع والبصر واللسان واليدين والرجلين. يلا طلاب، منو بيكم حال الواجب؟ نعم ست، هذا الواجب مال اليوم حليته كله. نعم ست، وهذا الواجب اللي قلتينا بعد أسبوع أردكم تحلوها حليته وياه. هذا كله حليته. عافية بأحمد، عافية بالشاطر. بس هو الوحيد اللي حال الواجب بالصف. أقول لكم يمكن اليوم عندنا امتحان، لو باكر ما أعرف، بس ما جاي أتذكر. يمكن عندنا اليوم مو؟ نعم ست، عندنا امتحان قبل أسبوعين أنت حددتيه، كان يوم خميس الساعة 9:35 لحد هسه أتذكر. فيلا ست خلينا نمتحن. النوبة ذكرها بالامتحان، وهي كل ما تجيب طار الامتحان أنا أغير الموضوع حتى ما تمتحننا. الله لا يوفقك إن شاء الله. شلون راح أجاوب؟ عافية أحمد، والله أنا ناسية وأنت تذكرت. يلا طلاب الكل يطلع الأوراق، عندنا امتحان. الله شنو هاي الأسئلة السهلة؟ هسه أحلها ب5 دقائق. ست، الورقة انملت، أريد ورقة ثانية على السريع. يريد ورقة ثانية راح تخبل، ورقة واحدة ما كفته، وأنا بعدني اسمي ما كتبته. من عيوني، هاك هاي ورقة ثانية. مشكورين ست. ست، الورقة انملت، أريد ورقة ثالثة على السريع. يريد ورقة ثالثة، أنا ما مصدق، ما جاي أستوعب هذا الشيء. وهاي الورقة الثالثة الأحلى شاطر بالصف. ست، أريد ورقة رابعة، هاي الورقة انملت. يريد ورقة رابعة، يدري جاي تكتب جريدة. وهاي الورقة الرابعة الأحلى دكتور بالصف. ست، أنا كملت امتحان، أتمنى تخلي لي 100، لأن أبو الفيزا قبل يومين غلط وياي وخلالي 99، ضليت يومين بالمستشفى، فأتمنى ست تخلي لي 100. هاك ست. يرحم والديك، ما دام انت السكاك مالنا دي حلي هاي المسألة. صار لي شهر ما خليت يوتيوب، ما خليت مدرس خصوصي، ما قاعد اقدر احلها. خلاص هاك انت حلي اياها، بالك تقدر تحلها. الزم. ماشي عود، انا اكمل لك حل هاي المسألة وباكر اجيب لك الحل ان شاء الله كامل. اقول لك عندي تمارين مال قواعد، ما دام انت السكاك مالنا بالك تقدر تحلي اياها. ما خليت مدرس خصوصي، ما رحت له، ما حد يقدر يحلها. صار لي شهر اريد احلها ما اعرف. هاك الزم. ماشي، اليوم اكمل لك التمارين مال القواعد احلها كلها، وباكر ان شاء الله اجيب لك الدفتر. اقول لك احمد، انا راح اعتمد عليك ما دام انت الشاطر مال الصف. اريدك انت تسوي لنا اسئله مال نص السنه. هاك الزم. هاي شنو؟ وش ورطنا وصر السكاك؟ حتى المدرسه تريد من عندي اسوي لها اسئله مال نص السنه. هاي ايش طلعت؟